هلو يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. النهارده يوم مختلف. وديت احمد الحضانه، هو مش اول يوم، بس يعني حبيت النهارده اخدكم معايا في روتين يومي. اتمنى يا رب الفيديو يكون لذيذ على قلبكم. متنسوش بس السبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو دوسولي لايك. اول حاجة عملتها هي اني رحت جبت احمد من الحضانة، وبعد كده طلعت بقى اشوف هعمل ايه بقية اليوم. طبعا انا يومي بيبدأ من اول ما بنصحى على ميعاد الحضانة ومش بنام تاني، بروح اودي احمد الحضانة وبرجع بقى اشوف هعمل ايه. فالنهاردة انا كنت يعني حملة تنظيف كده خفيفة على الهامش. هنا عملت التراب بتاع الشباك وروقت الركنة ترويقة كده خفيفة، وظبطها يعني تظبيطه خفيفه. هو كده كده اصلا الشقه كانت نظيفه، مش محتاجه تنظيف قوي يعني. وروقت السراير، غسلت المواعين، الحاجات الخفيفه بتاعه الصبح دي، الروتين كل يوم. كده كانت خلاص معايا خلصت والحمد لله كده تمام. دخلت بقى المطبخ اشوف هنعمل اكل ايه. طبعا كنت مطلعه من الصبح كيس لحمه مفرومه علشان نعمله حواوشي، كنت مطلعاه يفك، ولما رجعت من الحضانه فكه والحمد لله. بدأت بقى ان انا اقطع له خضار علشان الحواوشي بيحب خضار وبصل كتير. طبعا كسلت اطلع الكبة افرم فيها البصل والطماطم لان كانت كمية قليلة مش مستاهلة يعني. قطعتهم تقطيع صغير جدا جدا جدا، حاجات صغيرة ما تبانش اصلا في الرغيف وانا حطهم. وحطيت عليهم بقى بصل، ده كنت عاملاه في الفريزر فرماه وحطاه في الفريزر للظروف اللي زي دي. بحب دايما يكون عندي جيس. كتروا بقى بصل على قد ما تقدروا، حاولوا تكتروا بصل، الحواوشي بيحب البصل الكتير. تمام كده. بهرته بقى بالملح والثوم البودر والبصل البودر، بس هما دول اللي كانوا عندي، مش عندي غيرهم يعني. كنت لسه ما جبتش تاني. ده كان عيش حواوشي كنت جايباه من عند مامتي لما كنت عندها. بوصي الفرنة ان هي تعملهولي عيش حواوشي، بيبقى عيش حجمه صغير ومظبوط كده، ولبته تخينة شوية. ده عيش كان البلدي بتاع حماية اللي بيجيبهولي. بصوا كان غامق، بصوا الفرق عامل ازاي. الفرنة اللي عند والدتي ودي الفرنة اللي عندي هنا. طبعا ربع كيلو اللحمة عمل لي 5 رغيفة ونص رغيف صغير. بدأت بقى احط شوية زيت كده على الجريلا دي وامسحه كده بالفرشة علشان الزيت يبقى في كل مكان، يوصل للرغيف يعني. وبدأت احط الرغيف، بصوا شكله بقى بعد ما بدأ يعني يمي يمي يم. اتفضلوا بقى معانا بالهنا والشفا. احنا هناكل حواوشي كده لمدة يومين عشان مش هناكل الكمية دي كلها. هو بقى جاب لي زوجي العزيز بقى، جاب لي مخلل وهو جاي، وجاب لي طحينة، وطبعا الشيبسي كان جايبه بس احمد بالهنا والشفا ليه بقى. وقعدنا كلنا بقى وظبطنا الدنيا. ما بحبش اعمل اي حاجة جنبه تاني علشان خاطر بيبقى يوم كده مخصص للحواوشي فقط. روتين قصير بس ممتع بالنسبة لي، ان شاء الله يكون حلو بالنسبة لكم. متنسوش بقى السبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو بتاعي دوسولي لايك.